والدتها كانت ديانة وأبوها ديانة تانية، وهي مش مهتمة بالموضوع وشايفاه من وجهة نظر مختلفة. ورقصة بجلابية ضيقة كانت هتخرب بيتها وتسيبها جوزها وعيالها. طلعت عارفة إن جوزها اتجوز عليها ومخبية، والناس شايفاها مش عايزة تخلي شكلها وحش. ولادها أهم حاجة عندها، وابنها الكبير بيسيطر عليها وبيغير عليها من أي حاجة في الدنيا، وبيتعامل معاها على إنه أبوها. حياة لقاء الخميسي فيها تفاصيل كتير كانت مستخبية عن الناس، وهي بترفض إنها تكشف عنها. تعالوا نحكي ليكوا تفاصيل حياتها والأسرار اللي محدش يعرف حاجة عنها. لقاء الخميسي كانت من عيلة فنية، وجدها لأبوها كان ملحن مع عبد الحليم حافظ، ومن التقال أيام الفن الجميل، وعشان كده هي طلعت بتحب الفن وعايزة تكون فنانة. لقاء الخميسي طلعت واخدة من جدها الصوت الحلو وبتغني، وجربت حظها قبل كده وفعلا عملت أغاني وضربت معاها، ورجعت مؤخرا عايزة تغني من تاني وبتدرب صوتها، بس لسه ما جاتش معاها سكة وما لقيتش الفرصة اللي ترجع بيها للغنى. أما بقى التمثيل فده حبها الأول، واللي بدأت فيه من وهي صغيرة في السن، وكمان أخدت فرص حلوة مع فنانين كبار كتير. كان شايف إن هي هتبقى نجمة كبيرة، وانطلاقتها ما كانتش من فراغ. لقاء اتنقلت من دور للتاني لحد ما وصلت لسن معين، وبدأت تاخد طريق مختلف في التمثيل. ومن حبها للفن كانت بتقبل أدوار جريئة وشايفة إنها حاجة عادية، لحد ما جه دور وكان هيخرب بيتها، وده كان في مسلسل الزوجة الرابعة لما رقصت لمصطفى شعبان في مشهد من المشاهد، وجوزها جه هنا بقى وما استحملش، وكان بيتها يتخرب وهتنفصل، بس قدرت تهندل الموضوع ولمته مع جوزها لاعب الكرة القدم السابق محمد عبد المنصف. هي ما اتجوزتهوش بالساهل برضه، وكان طالع عليهم إشاعات كتيرة قوي لحد ما استقروا واتجوزوا بقى عندهم ولدين. وجوزها كان خايف منها شوية في الأول علشان خلفيتها مختلفة، أصل أبوها كان من مسلم وأمها مسيحية، وكل واحد فيهم كان ليه خلفية مختلفة. هي بقى متربية في الجامع والكنيسة مع بعض، وكانت شايفة إن كل واحد يختار دينه، وهي ملهاش دعوة لحد ما ربت عيالها بره أفكارها تماما. عبد المنصف هدي من ناحية الموضوع ده خالص، بس علاقتها مع ابنها الكبير غريبة جدا، وفيها حاجات مش بتعجب الناس، وهي انها بتسمع كلامه في اي حاجة بيقول لها عليها، ده غير انه بيغير عليها قوي، ولو في زميل جنبها ولا قاعد في مكان فيه رجالة بيبقى عايزها تقوم تروح وما تفضلش قاعدة فيه. وهي مع انتقاد الناس ليها وتصرفاته معاها بتقول انه عاجبها اللي بيعمله وبتبقى فرحانة بيه. اما بقى خلافتها مع جوزها واللي ظهرت من فترة على الساحة، وان جوزها متجوز عليها وهي عارفة، وبعد ما قالت ان كل حاجة خلصت مع مراته التانية طلع تاني وقال انه متجوز ومكمل، وقرر هو وهي يخبوا عن الناس علشان شكلها قصاد الجمهور.